السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي، والنهارده هنتكلم ان شاء الله على الماعز الشامي والماعز البور. طبعا في ناس كتير قوي بتسال اول ما ابدا ازاي، وايه النوع اللي ممكن ابدا بيه. يعني انا دلوقتي راجل عندي بور او ما عنديش جدي بور خالص، وهبدا بحتتين وهجيبهم يلقحهم من عند اي حد عنده ماعز بور. يعني باب مثال، في حد عندنا في القريه عنده جدي بور حلو زي كده، تمام؟ فانا ابدا بايه عشان القح من الجدي ده؟ ابدا بزرايبي ولا بلدي ولا شامي ولا ماعز بور جيل رابع وخامس والحاجه دي؟ اول طبعا حاجه زي ما الناس كلها بتبدا، هتبدا اول حاجه بشامي. الشامي محترم جدا وفيه مميزات عاليه جدا، تقريبا قريبه من مميزات البور، تمام؟ عشان كده بيدخلوا الشامي مع البور. اقرب حاجه ممكن تفيدك وتجيب انتاج حلو في كل شيء، اذا كان لبن، اذا كان توائم، اذا كان مناعه، اذا كان لحم، اذا كان اي حاجه، يبقى تبدا بالشامي مع الماعز البور. طيب انا عايز حاجه اعلى من كده يا عم احمد، وحاجه تديني مميزات اعلى من الشامي، تمام؟ هقول لك مفيش اعلى من الشامي مع البور عشان مميزاته كتيره، حلو الكلام. بس احنا ممكن نرجح حاجه ممكن تمشي مع البور، هي الفرنساوي. الفرنساوي مميزاته اللبن العالي، وده اهم عنصر ممكن نشتغل عليه عشان المواليد اللي طالعه. زي ما احنا قلنا في فيديوهات قبل كده، الناس اللي متابعانا، اهم حاجه للمواليد اللي طالعه اللبن. كثرة اللبن هي اللي بتزود معايا صحة المواليد. لو انت بتدفي وبتدي فيتامينات وعندك المكان حلو وبتدي خضرة وبتدي علف حلو واللبن عندك قليل، عندك المواليد هتطلع ضعيفة دايما. طيب عندك اللبن كتير وانت مش مدفي المكان، والرعاية عندك مش حلوة، وعندك مؤثر في حاجات كتير قوي، وعندك نسبة اللبن عالية عند الأمهات، المواليد عندك هتبقى بصحة جيدة. ليه؟ ان هو واخد التغذية الكافية من الأم. هضرب لك مثال، يعني لو في أم والدة 4، تمام؟ وهي بترضع، الأربعة بيطلعوا ضعاف عشان اللبن بيبقى قليل للأم. طب لو والدة واحد، الواحد ده بيطلع بصحة جيدة. لو رميته في عز الطلق في البرد مع امه لوحده وبيرضع لوحده، هتبقى صحته جيده. ليه؟ انه واخد كفايته من اللبن. اول حاجه يبقى انا صحه المواليد عندي تبقى حلوه بحاجه واحده بس، مش بالتدفيه، لا، امال بايه؟ بزياده اللبن. يعني لو والده عندك 3 أو 4، حاول تجيب لبن من بره وتضيفه لمعزه او 2، وتخلي 2 يرضعوا من امهم. يبقى انت كده زودت كيلو في اللبن في اليوم ليهم، ده هيفرق معاهم يعني 90%، تمام؟ هيفرق معاهم في الوزن، هيفرق معاهم في الصحه، هيفرق معاهم في المناعه، هيفرق معاهم في كل شيء. هيبقى اليوم بيومين، يعني هيبقى عمر شهر تحس ان هو عمر شهرين ادام خد اللبن بتاعه. يبقى الميزه دي مش هنلاقيها في الشامي، هنلاقيها في الماعز الفرنساوي اكتر. يبقى الفرنساوي لو اديناه للبور، الميزه الحلوه هتطلع في المواليد. وطبعا الفرنساوي بيجيب توائم برضه وبيجيب 3، يعني عندنا المعزه الفرنساوي الحمد لله والده معانا 3، يعني الفرنساوي بيجيب زيه زي الشامي وممكن اكتر، حلو الكلام، وبيجيب لبن اكتر من الشامي. بس حلاوه الشامي، الماعز الشامي معانا مناعته عاليه، بيشيل وزن اكتر، حلو الكلام. الفرنساوي ما بيشيلش وزن اكتر زي الشامي، وعندنا مناعته مش عاليه زي الشامي. يبقى احنا الشامي فيه مميزات والفرنساوي فيه مميزات، وانا عرضت لك المميزات هنا وهنا، وانت صاحب القرار في الاول وفي الاخر، تشتري ده او تشتري ده. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، او يوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.